السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في قناتكم عالم جوهرات. نتمنى ربي تكونوا كاملين بألف خير وفي تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير الخبيزة أو البقولة بالطريقة المغربية الأصيلة. كما كتعرفوا هاد المقبلة ضروري ما كنحضروها في هاد الوقيته ديال البرد، تبارك الله راه موجودة في السوق، فنستافدوا من الفوائد ديالها. هاد الطريقة اللي غنشارك معكم طريقة سهلة، افضل من الطريقه ديال التبخار اللي فيها تماره وكتاخذ وقت، والبقوله كتفقد المكونات ديالها. المهم عندي هنايا 3 ديال الربطات ديال البقوله، كناخذها تكون فتيه وطريه، كنقيوها كنحيدوا لها داك الوريقات الصفرين وكنغسلوها. ممكن انكم تغسلوها بقطره ديال الخل، قطرات ديال الخل يكون افضل. في المرحله الاولى كنوضعوها في طنجره الضغط مع كاس الا ربع ديال الماء وكميه لا باس بها من القزبر والمعدنوس ودريسات ديال الثومه. عندي هنايا 6، هي كل ما كثرتو الثومه كل ما كتجي احسن. كنقفلوا عليها طنجره الضغط وكنخليوها تصفر. كنحسبوا الا كانت فتيه راه ما غتاخذش لكم الوقت كثير، غير واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه. انا هنايا عندي فتيه وطريه تبارك الله، راه خدات غير واحد ربع ساعه. وفي هاد المرحله الثانيه كنضيفوا العطريه اللي هي الكمون، التحميره او البابريكا، القزبر يابس، السودانيه او الفلفل الحار، والملح. الملح ما تكتروش بزاف لاننا مازال غنضيفوا العصير ديال الحامض وكذلك الحامض مصير، والا بغيتوا تضيفوا حتى الهريسه راه كتجي مزيانه. كما كتشوفوا هنايا من بعد ما مرات ربع ساعه كنفتح طنجره الضغط، كنلقاها نشفات من الماء وداك الثومه ولات بحال البوماد يعني طابت مزيان. كنضيف هذيك العطريه وزيت الزيتون واحد نص كاس. ما ديروش الزيت النباتيه لانها ما كتجيش لذيذه بحال زيت الزيتون. وعصير ديال نص حامضه، ضروري ما ديروا الحامض. وبالنسبه للحامض مصير راه كنضيفوه في هذه المرحله، كنقطعوه مع اللب ديالو غير هكا طريف، يكون نقطعوه رقيق وصافي. وكنبداو نشحروها بواحد الملعقه خشبيه حتى كتشحر مزيان، وكتوقف في الزويته ديالها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، وكتكونوا جاهزه وتاكلوها بالصحه والراحه. هاد الطريقه انا متاكده الا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم وغتولي معتمده عندكم لانها سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت هذيك الخبيزه ولا البقوله كنحتفظوا بالمكونات الغذائيه ديالها. كما كتعرفوا راه هي تبارك الله غنيه بالحديد، المغنيسيوم، بوتاسيوم والبروتينات. فهاد الطريقه انا كتجيني افضل. ما تنساونيش لا عجبتكم الوصفه وعجبتكم الطريقه، ما تنساونيش من لي لايك وتشتركوا في القناه الا كنتم مازال ما اشتركتوش، وضغطوا على زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. دمتم في امان الله وحفظه، الى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم.